يعني. مظبوط الكلام. طيب في كل الاحوال آه، هل ممكن النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه يكون عنده بعض الخطوات الاخرى التصعيديه في حاله عدم رد الكاف باي قرار من قرارات المتوقع اتخاذها من المفترض ولا لا؟ بص، يعني اللي انا عايز اقوله برضو ان للاسف المسؤولين في نادي الهلال لازم برضو يكونوا على درايه. ايوه. انت بتعادي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. انت مش بتعادي النادي الاهلي بس، وبدون انت سبب. بتعادي جماهير النادي الاهلي. انت لازم تعمل حساب لجماهير النادي الاهلي، ولازم تعمل حساب للنادي الاهلي. يعني ما ينفعش واحنا دايما بنشيل الناس دي على دماغنا. يعني احنا طبعا. دايما بالرغم من اللي حصل قبل كده، اما جم برضو تعاملوا احسن معامله وبكل احترام. ليه؟ لان النادي الاهلي نادي محترم، عنده مسؤول، عنده مبادئ، بيحترم الغير زي ما قلت لك. يعني النادي دايما بيبقى عايز علاقته تبقى كويسه بكل الانديه. وبالتالي النهارده انت كنادي مسؤول او نادي، يعني لابد انك انت تبقى عارف قدر جماهير النادي الاهلي وعارف قدر النادي الاهلي قبل ما تعمل الحاجات الغير مسؤوله اللي انت عملتها دي. تمام. تبص النادي الاهلي ما فيش شك مش هيقعد، يعني لن يتخاذل في حق النادي الاهلي. واحنا موجودين هنا عشان نجيب حق النادي الاهلي، ومش حق النادي الاهلي بس، حق كل واحد لابس تيشيرت النادي الاهلي. يعني اي حد بيتهان او اي حد يعني بيعتدى عليه لابس تيشيرت النادي الاهلي، ده يعتبر بيعتدي على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل من يمثل النادي الاهلي. فاحنا مش هنسكت. واتمنى ان شاء الله ان الشكاوى، خلي بالك احنا ما بعتنا لوزاره الخارجيه. أيوة. لان النادي الاهلي ده جزء من مصر، وانت النهارده لما بتتعامل المعامله دي مش مره واثنين، لا ده 3 4 مرات. وبالتالي انت لازم يعني تبلغ. احنا جزء من الكيان المصري، جزء من مصر. لازم ان احنا نظهر للدوله، ولازم نقول للدوله يا دوله في كذا كذا كذا. بالرغم زي ما قلت السفير المحترم هاني صلاح لن يدخر جهدا. دي جزئيه مهمه. انا عايز اقول حاجه بقى يمكن محدش يعرفها. السفير نفسه كان بيتشتم. السفير نفسه في الماتش كان بيتشتم. يعني ورئيس البعثه بتاعنا كان بيتشتم. وسيد عبد الحفيظ كان بيتشتم. بيتشتم باقذر الشتايم. حاجه غريبه بصراحه. حاجه غريبه قوي وغير متوقعه. على شيء متوقعه. يدل ان يعني الحقيقه انا مش عارف المسؤولين عن هذا النادي يعني ازاي يوصل بيهم الحل هذا. وبعدين اقول لك حاجه، النهارده الماتش ده كان المفروض بدون جمهور، كان في اكتر من 1000 واحد. وبرضه النادي الاهلي ترفع، ورئيس البعثه والجهاز ترفعوا ان هم يقولوا مش هنلعب الماتش الا لما الناس دي تمشي. يعني احنا الحقيقه يعني بنترفع عن كل حاجه، لكن لا، في وقت من الاوقات في حدود معينه، في حدود معينه. انت النهارده انت تجاوزت الحدود. ايوه. وما بعد الحدود. ما بعد الحدود. طيب يعني دي برضو مع التاكيد على ان العلاقات المصريه السودانيه اصلا علاقات مميزه جدا، لكن طبعا بعد ما تتخطى هذه الحدود لازم يكون في وقفه ولازم يكون في قرار. انا بديت معاك قلت بالظبط النادي الاهلي كجزء من مصر طبعا يعني حريص كل الحرص على العلاقات الطيبه ما بيننا وما بين جميع الانديه الافريقيه وخاصه العربيه. بقول لك ايه يا امير، اتفضل. احنا مش كنا لسه في المغرب؟ أيوة. شوف المغرب، الاستقبال والحفاوه واللي شفناه في المغرب. يعني في تونس، يعني احنا ما عندناش مشكله مع حد. احنا دايما 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 بنراعي. احنا النادي الاهلي احنا كبير العيله، كبير العيله الكرويه وكبير العيله الرياضيه، سواء في افريقيا او في الشرق الاوسط او يعني ما بين العرب كلهم. فاحنا النهارده الكبير لازم يتعامل بقيمته وبقدره مع الناس، وبالتالي المفروض الناس تتعامل معاه بهذا الاسلوب. يعني دي جزئيه مهمه. طيب خليني اسالك سؤال خاص شويه، وهو بيتعلق بالشكوى اللي حضرتك كنت قدمتها وتقدمت بيها ضد رئيس نادي الزمالك بعد التطاول على رمز عسكري كبير طبعا وهو الفريق مرتجي. ايه اخر التطورات في الملف ده تحديدا وبخصوص هذه الشكوى؟ والله يعني هتضحك لو اقول لك ان انا فعلا تقدمت بشكوى. وتقدم المحامي بتاعي الاستاذ محمد عثمان المحامي، وراح وقدمنا الشكوى. وتاني يوم استدعوا المحامي بتاعي الاستاذ محمد عثمان المحترم. ايوه. وقالوا له يشيل الشكوى. لا تاني معلش، لا تاني زي ما بقول لك انا كده. قالوا له شيل الشكوى. قال لك اسحب الشكوى. ليه بقى؟ دي بقى في اي تفسير يعني؟ لا، انا تفسير
هو ما يبقى راجل عليه حكم شهر وما بيتنفذش ليه تفسير؟ بقول لك ايه، في حاجات كتيره قوي في البلد ملهاش تفسير. فانا بس بقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، بس وخلصت على كده.